أن الذنوب كلها الإله مستعد يغفرها ما عدا ثلاثة. الذنب الأول هو الكفر، والذنب الثاني هو الشرك، والذنب الثالث وهو أكل حقوق الناس ولو بمقدار عود ثقاب. عود ثقاب يعني عود شخاط. حقوق الناس إلى كم قسم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين. كل إنسان، كل فرد بالمجتمع إلى حقين. الحق الأول حق مادي، تجي تاخذ من عندي هذه، ما يجوز، حرام، غصب. والحق الثاني هو الحق المعنوي. الحق المعنوي راح نجي هسه عليهن ونفصلهن تفصيل كامل ان شاء الله. الحق المادي كأن تاخذ هاي الحاجة او تاخذ هذه او تاخذ دار او تاخذ ملبس. هذا من الذنوب التي لا تغفر، حتى الاله ما يتدخل بيها وما يغفرها، ما يغفرها الا صاحبه. يعني اذا انا ما اسامحك عليها، اذا انا ما ابريك الذمة على اللي اخذت من عندي، لا تصدق اكو واحد يخلصك من هذا الذنب اطلاقا. واللي بحكم هذا من هو؟ اللي بحكم هذا المأخوذ حياء، يعني جنابك جالس وبيدك سبحة، مسبحة تسبح بيها، اجيك انا اقول لك فلان والله هاي المسبحة شو لايقة علي، اعطيني اياها. مديت ايدي عليها انت هم حياء شلتها واعطيتني اياها، هذا ايضا بحكم الغصب، هذا حرام. استنادا الى حديث الامام الصادق عليه السلام، قال المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، والكاف حرف تشبيه، شبهها بالمأخوذ غصب.